في عالم الحلويات اللذيذة، تبرز الكيكة الصيامي كواحدة من أشهى الوصفات التي تناسب فترات الصيام وترضي جميع الأذواق. اليوم سنتعرف على طريقة تحضير كيكة صيامي شهية وخفيفة تخلو تماماً من المكونات الحيوانية. نبدأ بتجهيز مكوناتنا الأساسية: 3 أكواب من الدقيق الأبيض، كوب ونصف من السكر، كوب من الكاكاو البودرة، ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض، ملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر، مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا. نضيف إلى ذلك كوباً من الزيت النباتي وكوبين من الماء الفاتر. نبدأ عملية التحضير بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. في وعاء كبير نخلط المكونات الجافة معاً: الدقيق والسكر والكاكاو والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا. نحرك المزيج جيداً حتى تختلط جميع المكونات بشكل متجانس. في وعاء منفصل نمزج المكونات السائلة: الماء الفاتر والزيت والخل والفانيليا. نسكب المزيج السائل تدريجياً على المكونات الجافة مع التقليب المستمر. من المهم أن نستخدم ملعقة خشبية أو مضرباً يدوياً للحصول على عجينة ناعمة وخالية من التكتلات. نقوم بتجهيز قالب الكيك بتبطينه بورق الزبدة أو دهنه بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق. نسكب الخليط في القالب بحرص ونتأكد من توزيعه بشكل متساو. ندخل القالب إلى الفرن المسخن مسبقاً. تحتاج الكيكة إلى حوالي 45 دقيقة في الفرن. يمكننا التأكد من نضجها بإدخال عود خشبي في وسطها. إذا خرج نظيفاً، فهذا يعني أن الكيكة جاهزة. نتركها تبرد في القالب لمدة 10 دقائق قبل نقلها إلى شبك التبريد. بعد أن تبرد الكيكة تماماً، يمكننا تزيينها بطبقة من الشوكولاتة الداكنة المذابة أو رشها ببودرة السكر الناعم. كما يمكن تقديمها سادة مع كوب من الشاي أو القهوة. تتميز هذه الكيكة بقوامها الرطب وطعمها الغني بالشوكولاتة، وهي مثالية للتقديم في المناسبات العائلية أو الضيافة. يمكن الاحتفاظ بها في وعاء محكم الإغلاق لمدة تصل إلى 4 أيام مع الحفاظ على نكهتها وطراوتها. وهكذا نكون قد حصلنا على كيكة صيام لذيذة وسهلة التحضير، تجمع بين البساطة والمذاق الرائع، وتناسب جميع أفراد العائلة في أي وقت من اليوم.